تغيروا مؤقتا على الجهاد معه نزاعة. الله أكبر. إنها لحظة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندري كارلوف الذي قتل في أنقرة الاثنين في هجوم مسلح نفذه شخص تحدث عن انتقام لمدينة حلب السورية التي بات النظام على وشك استعادتها بدعم من موسكو. وقال رئيس بلدية أنقرة أن الرجل الذي أطلق النار على الدبلوماسي خلال زيارته لمعرض للفن في أنقرة ينتمي إلى شرطة مكافحة الشغب التركية، كما عمل من قبل في مصالح الحماية المقربة للشخصية الهامة، وأنه قتل خلال عملية تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. الهجوم المسلح جرى أثناء كلمة كان يلقيها كارلوف في افتتاح المعرض في متحف الفن الحديث في أنقرة، حيث كان يقام فيه المعرض المصور والذي يحمل اسم روسيا بعيون أتراك، والذي نظم بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية منطقة جنقايا في أنقرة. وأفادت مصادر طبية تركية عن سقوط 3 مصابين آخرين خلال هذا الهجوم. هذا الحادث يأتي قبل يوم من اجتماع مزمع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات بشأن الوضع في سوريا.